فارسل ساعتها عبد الناصر لجنه عسكريه برئاسه احمد اسماعيل، وكان ساعتها احمد اسماعيل برتبه عميد والشاذلي برتبه عقيد، فالعميد اعلى من العقيد. فاحمد اسماعيل حب يديله اوامر فرفض اوامر احمد اسماعيل، وحصل ما بينهم خلاف حاد، وكاد ان هو يتطور بالايدي كمان. ولكن المشكله اتحلت، ولما عبد الناصر عرف فرجع خد احمد اسماعيل تاني، فكان بينهم وبين بعض مشاكل، وخليك فاكر المشاكل ده عشان هنرجع لها تاني. وبعد كده الكتيبه العربيه برئاسه سعد الدين الشاذلي ترجع مصر تاني. وفي الوقت ده كان في حرب اليمن اصلا، ولما رجع سافر سنه 61 للندن كملحق حربي، وقعد هناك سنتين، ويرجع يلاقي مصر داخله في حرب اليمن. فيقرر الرئيس عبد الناصر ان يبعتوا اليمن لقياده العمليات هناك. وكان حرب اليمن دي عشان استقلال اليمن واستقلال عدن تحديدا من ايد بريطانيا، وكمان عشان يخلصها من النظام الراجع المتخلف اللي كان موجود. وسافر فعلا سنه 1965 ورجع سنه 1966، وقال على خسائر حرب اليمن دي ان مات مننا حوالي 1000 واحد، لان